نحو كندا. وخير البداية القرآن الكريم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. تفضل. وبدأ مع الحديث الشريف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم متطوع. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن مع رحلة إلى دولة كندا في أمريكا الشمالية. هنتعرف مع الصف الرابع الابتدائي على معلومات بسيطة كده نحو كندا. اتفضل يا سيد. العملة في كندا هي الدولار الكندي. ماشي. العملة اللي بيتعاملوا بها هي الدولار الكندي. ننتقل إلى اتفضل يا محمد حسين. هتقول لنا إيه؟ أكبر غابة توجد في كندا هي غابة هيدسون. يا جماعة غابة هيدسون كندا دي مليئة بالغابات الصعبة جدا المنتشرة فيها، وأكبر غابة هي هيدسون. اتفضل انت. برج القاهرة تم إنشاؤه عام 1961 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وصممه من المهندس نعوم شبيب على شكل زهرة اللوتس أحد أشكال الرموز القديم. تمام. احنا جبنا سيرة برج القاهرة لتشابهه مع برج سي ان في كندا، الاثنين نفس البرج. تمام كده. اتفضلي. لكل دولة حضارتها ومعالمها التي تتميز بها، ومثل حضارها العريق تمتلك مكان خاص تميزها وتمنحها دور رائد بين الأمام ومن بينما يميزه وجود برج القاهرة. أهم ميزة برج القاهرة. تعالي اتفضلي. هنشوف بقى العلاقات بين مصر وكندا. اتفضلي. علاقتنا مع كندا تعاون مع مصر في التعليم والهجرة والطب. طبعا مصر بلد السلام، ترعى السلام والتعاون بين تعاون اقتصادي ثقافي تعليمي بين كندا. يبقى كده يا جماعه قدمنا لكم بعض المعلومات البسيطه عن دوله كندا في امريكا الشماليه، وشكرا لحضراتكم في لقاء اخر.